في لحظة معينة بتحس فيها إنك مش لوحدك، حتى لو مفيش صوت ولا أي حاجة بتتحرك حواليك. بتحس كأن في حاجة بتراقبك من بعيد، مش بتتكلم، مش بتظهر. بتحاول تقاوم الإحساس ده، بس هو بيفضل جواك لحد ما في يوم بتحس إنك خلاص بقيت أنا الضحية. أنا إليسا، ودي حكايتي. أنا اسمي إليسا، عندي 21 سنة، كندية، وبحب السفر لوحدي، وبحب أدون كل حاجة بتمر عليا، سواء مشاعر أو أماكن أو ناس. عندي مدونة بكتب فيها كل حاجة تقريباً. في شهر يناير سنة 2013 قررت أعمل رحلة للولايات المتحدة، أغير جو وأشوف الدنيا من زاوية تانية، وكنت متحمسة جداً للرحلة دي. وصلت كاليفورنيا يوم 26 يناير، وكانت أول مرة أدخل لوس أنجلوس. كنت حاجزة في فندق اسمه سيسيل، مكان قديم شوية، رخيص، ومكانه قريب من وسط المدينة، وده اللي شجعني عليه. أول ما دخلت الفندق حسيت بحاجة مش مريحة. المكان كئيب والناس اللي فيه مش طبيعيين، بس قلت يمكن ده عشان التوتر بتاع السفر. أخدت أوضتي في الدور الرابع ورقمها كان 412. أول ليلة نمت بدري، بس كنت بصحى كتير على صوت خطوات، كأن في حد ماشي قدام الباب أو بيتكلم بصوت واطي. بس كنت بقول لنفسي عادي، أوتيل، أكيد في ناس كتير داخلة طالعة. عدى كام يوم، وكنت كل يوم بنزل أتمشى شوية في المدينة، أزور مكتبة، كافيه، متحف. أوقات كنت بروح لوحدي، وأوقات بتكلم مع الناس اللي قابلهم، بس جوايا كنت دايماً حاسة بحاجة تقيلة، كأن في عين عليا أو حد بيراقبني من بعيد. يوم 31 يناير حوالي الساعة 8:30 بالليل قررت أنزل أتمشى شوية في اللوبي. كنت مضغوطة ومش مرتاحة. دخلت الأسانسير وكان فاضي. دوست على زرار الدور الأرضي، الباب ما قفلش. استنيت وبعدين حسيت إن في حد ورايا. قصيت بسرعة، ما كانش في حد، بس قلبي بدأ يدق بسرعة، وابتديت أتصرف بغرابة. كنت ببص جوه الأسانسير كأني بدور على حاجة. إيديا كانت بتتحرك كأنها بترسم في الهوا أو بتبعد حاجة عني. كنت بخرج من الأسانسير وببص يمين وشمال وارجع بسرعة كأني خايفة من حاجة. والكاميرا كانت مسجلاني. الفيديو انتشر بعدين وفضل الناس يتفرجوا عليه بالشهور. من اللحظة دي ما حدش شافني تاني. ما خرجتش من الفندق وما كلمتش حد. ما حدش شافني داخلة أو خارجة من أوضتي. الشرطة دخلت الأوضة، لقوا هدومي وجهاز اللابتوب ودفتر صغير، بس ما كانش فيه أي علامة عنف أو كسر. يوم 19 فبراير عامل في الفندق طلع فوق، عشان السكان كانوا بيشتكوا إن المية طعمها غريب ولونها غامق. العامل بيفتح التانك لقي جثتي، جسمي كان طافي في المية من غير هدوم ومقفول عليا الغطا. مفيش أي إصابات ولا علامات ضرب أو عنف. السطوح مقفول بكود وفي إنذار بس ما شغلش، والكاميرات ما شافتنيش. قالوا ممكن كنت في حالة نفسية، بس الناس ما اقتنعوش. في ناس قالوا إن الفندق ملعون وفي كيان كان بيطاردني، بس أنا كنت بنت عادية بدور على بدايات جديدة، بس ما عرفتش أرجع. أنا اختفيت في مكان محدش بيطلع منه سليم.